هدي لك مثال صغير خالص عن ذا جاد فاذر، ولكن قبل ما اقول لك المثال يا ريت تروح تتفرج على الفيلم الاول عشان ما اكونش حرقت لك اي حاجه في الفيلم غصب عني. فاديني قلت لك اهو، فما تجيش تزعل او تشتمني في الكومنتات بعد كده. طيب خلينا نكمل. في بدايه القصه مايكل كان بيحارب شخص اسمه سولوزو. سولوزو ده يا ريت اكون بنطق اسمه صح، يعني سولوزو ده كان خصم مؤقت، مش هو الخصم الحقيقي لمايكل. ورا سولوزو في واحد اسمه بارزيني. بارزيني ده كان القوة الخفية اللي فعلا عايزة تدمر عيلة كورليوني اللي هي عيلة مايكل بالكامل. ولكن بارزيني مش بيتخانق مع مايكل في كراهية ولا على حقد، لا، الاتنين بيشاركوا نفس الهدف، مين اللي هيسيطر على عالم الجريمة في نيويورك. فهو ده الهدف اللي الاثنين عايزين يوصلوا له بشكل عام. فهو ده تعريف الخصم الحقيقي بناء على كتاب جون تروبي، نفس الهدف وشخص واحد بس هو اللي هيكسب. فخلق صراع حقيقي وخلق بقى السسبنس والحاجات اللي احنا بنحبها.